عليه السلام اول ما نزل في الكوفة اجوا الناس بايعوا. اقل الروايات تقول 18,000 نفر بايعوا مسلم بن عقيل. اكثر الروايات تقول 30,000 نفر بايعوا مسلم بن عقيل. بايعوه بالكوفة واعطوه السند واعطوه الوثائق انه احنا ظهرك، قوم يا مسلم لا تخاف. مسلم عليه السلام قام باعباء الوكالة، هو كان وكيل من طرف امام، هو كان وكيل من طرف الامام المعصوم. مسلم ابن عقيل ابن اخ علي بن ابي طالب دخل الكوفة ما عنده غير مساعدة الايتام والارامل، الى ان جاءها عبيد الله بن زياد مع حيلة دخل غدار ابن زياد. ابن زياد دخل الكوفة وخلى عمامة سودة على راسه. احنا بعيننا شفنا ايام صدام بعض البعثيين كان يخلي عمامة على راسه ملعون والدين، هو اصلا مو شيعي، عمامة ولحية. عجيب. نفس الخطة لعبها عبيد الله ابن زياد، دخل بعمامة سوداء وحاط برقع على وجهه. دخل الكوفة الناس تصوروا الحسين داخل، السلام عليك يا ابن رسول الله. الملعون ما كان يجاوب سلامهم، بس كان يشير الناس يمشون يتصورون الحسين ورا هالبرقع، ما يدرون شلون بعبع ورا البرقع. اجا دخل في بيت دار الامارة، هناك طلب رؤوس العشائر اخافهم، اللي غر بالفلوس واللي خوف قال اتركوا مسلم بن عقيل والا تدمر دياركم. تركوا مسلما سلام الله عليه وحيدا غريبا. مسلم يوم 8 ذي حجة لا يوم 7 ذي حجة مسلم عليه السلام صلى صلاة بمسجد الكوفة، شاف ورا صلاة المغرب 30 نفر. خلص صلاة العشاء اجى الى باب كنده ولا واحد، الكل راحوا. ظل وحيدا غريبا ينظر يمينا وشمالا بعد ما عنده احد. امتطى ظهر جواده، اجى كم قدم الفرس تعب. مسلم بن عقيل فقيه عالم ما يريد يأذي حقوق الحيوان. قلت لك الحسين شلون عامل الفرس، كذلك مسلم ترك الفرس لحاله يمشي على رجلينه ضاميا طاويا، يعني هم كان عطشان هم كان جوعان. والغريب الذي ما يعرف احد والما يعرفك ما يثمنك يا عزيزي ماذا يصنع؟ مسلم صلوات الله وسلامه عليه خرج من اليمين الى الشمال ينظر خائف، ما يعرف احد، لا يكون واحد يغدر به، حتى وصل الى باب بيت طوعة هذه المرأة المؤمنة الصالحة. طوعة عندها ولد اسمه بلال، طوعة منتظرة. جاءته الى مسلم قالت لمسلم لما تجلس عند بابي؟ اذهب الى اهلك. قال لها امة الله اسقني شيئا من الماء، فاتته بالماء شرب وقاعد ما يطلع. قالت اذهب الى اهلك، فدمعت عين مسلم. قال الى اين يذهب من ليس له اهل في هذا المصر؟ بهذا البلد ما عندي احد